ماتش كان بعنوان المغرب ورسالة شديدة اللهجة لكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم، وأداء ولا أروع من كل لاعبين منتخب المغرب بقيادة المدرب محمد وهبي، واللي بصمته باينة جدا مع المنتخب المغربي من سرعة في اللعب وافتكاك الكرة بسرعة كبيرة جدا وتحولات سريعة وضغط شرس جدا بدأها من بداية الماتش والشوط الأول. المغرب بدأ الماتش ده والشوط الأول بأنه هو اللي ضاغط، ونتج عن ده هدف أول في الدقيقة 21 من اسيست ولا أروع من إبراهيم دياز. بصراحة ضرب فيه خط دفاع البرازيل كله من العمق. الحقيقة أنا واحد بشجع البرازيل، ولكني تفاجأت من مستوى المغرب والضغط اللي كان عامله في الشوط الأول كاملة، لدرجة إن كرة فينيسيوس اللي كانت في الدقيقة 32 واللي هي كرة هدف التعادل دي كانت أول كرة تقريبا لفينيسيوس جونيور يظهر فيها، ويعني كانت تاني كرة لمنتخب البرازيل ككل في الشوط الأول. أما عن الشوط الثاني فكان لصالح البرازيل نوعا ما، اللي كان ضاغط أكتر وضيع أكتر من فرصة. ولكن معلش رافينيا ده بتاع البرازيل مش هو رافينيا بتاع برشلونة. أنا آسف، ما حدش يجي يقول لي رافينيا فين، لا هو ده مش الراجل اللي بيلعب تحت ايد هانزي فليك. اظن الرساله وصلت جدا جدا جدا. ولكن في المجمل انا مبسوط باداء منتخب المغرب جدا، واتوقع ويعني وبشكل مؤكد ان شاء الله يعني ان خط سيره في البطوله هيكون طويل وهيعدي للادوار المتقدمه جدا. اما عن منتخب البرازيل فجد انشيلوتي يشد حيله، ما يعني مش هقول اكتر من كده، جدي انشيلوتي يشد حيله شويه، عشان انا مش هقعد اتفرج على كاس عالم من غير البرازيل من الاخر. تمام؟ وانت كمان بقى تعمل لايك، اعمل لايك واعمل فولو عشان تشوفني تاني كده يعني. سلام.